السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ام حسن، قناة ام حسن اكلات البيت يا جماعة. عندك بقى بصلة محروقة زي دي، اوعي ترميها. هتقولي ليه؟ اقول لك تعالي نعمل بيها اكل. البصلة المحروقة دي هتعمل بيها اكلة، اكلة كمان زي سر من اسرار المطاعم بتاكلوها وتقولوا ايه الجمال ده، ايه الحلاوة دي. اللي جنبها دي بقى ايه؟ تومة بخل بليمون بفلفل سبايسي بشطة، يعني اللي هم الناس الحريفة في الحاجات دي. هنعمل بيها أكلة زي المطاعم وأحلى. شوف انت بقى ما تعملي أكلك في بيتك بقى يبقى ايه؟ عندك شوية خل تعالي، عندك شوية دقيق تعالي، عندك شوية ملح متبهر عليه كمون كزبرة فلفل أسمر، حطي الأطعمة اللي انت بتحبيها. هتعملي بقى ايه بقى؟ والدقيق ده، وعندك شوية مية كده في طبق. هتعملي كده، تبخري كده الدقيق وتصلي على الحبيب قلبك. انتي بهرت الدقيق خلاص، وتحطي عليه بيكنج باودر وشويه نشا، معلقه نشا كده ومعلقه صغيره بيكنج باودر، والميه دي تملحيها. الميه شايفين الميه؟ الميه دي بقى حطي فيها ايه؟ الليمون، الخل، وادي الملح ايه المتبهر. عايزه تحطي بقى حته تومه من السبايسي دي هنا حطي، مش عايزه هتستكفي. بالخطوات اللي جايه استكفي براحتك. شويه الملح اهو في الدقيق متبهر اهو، متبهر اهو. هنقلبه كده وتشوف. وبعد ما نبهره هنعمل ايه؟ هناخد معلقه دقيق كده منه اهو، البيكنج باودر بالنشا بكله هنحطها هنا ونقلب تقليبه ايه؟ تقليبه خفيفه كده. هقول لكم بقى ايه؟ تعالوا هتشوفوا الاكله بتاعت سر المطاعم زي المطاعم، وغير ما انت اللي عاملاها بمزاجك بقى. شو انت ما تبقي عامله بقى البصله المحروقه دي عاملاها بمزاجك وحرقاها بمزاجك، هتعملي بيها اكل. هتشوفي دلوقتي. يا ام حسن انت متلخبطه ولا ايه؟ مدخله حاجات كده غريبه ببعض. لما انت ما تعرفي دلوقتي هنعمل ايه يا حبيبتي والبصله المحروقه دي، هتقولي صحيح، ده احنا كده صح بنقول ليه السر. هتشوفي دلوقتي. بس بصي حبايبي، تعالوا لي هنا اقول لكم. اسمعوا، سامعيني؟ الفيديو عجبكم؟ انتشروا في القناه واعملوا لي اللايك، واعملوا لي بقى مشاركه يا جماعه، وطلعوني على المنتدى القناه بتاعتي، خلوها تكبر. اسموا لي قناتك وعاوي يا ام حسن. اللي اول مره يا جماعه ينورنا ويشرفنا ويلف كده في القناه يا جماعه، مش اخر فيديو بس، ويعملوا يعني ايه مشاهده كامله. واخدين بالكم؟ يلا بقى عشان هنشوف بقى البصله المحروقه دي هنعمل بيها ايه. باين عليك يا ام حسن اتلخبطتي ولا ايه في الاكل؟ لا هتشوفوا دلوقتي. صلوا على الحبيب قلبك كتير. بصي يا حبايبي، البصله هي المحروقه بتغلي، هي بتتاثر جامد قوي اهو. هطفي عليها بقى. البصله هي بتغلي اهي. بصوا الميه بقى شكلها ايه، وهنا الزيت اهو، وقشر الليمون اللي انا عصرته هنا وعصرته هنا. شفتوا بقى الاكله الخطيره؟ ودي متبهر. هنحط شويه كركم هنا وشويه هنا اهو. بصوا بقى المنظر، اللون ده احنا عايزين اللون ده، بس ما تزوديش من الكركم عشان الكركم لما بيزيد بيأمرر كده. واخدين بالكم يا جماعه؟ ربنا يكرمكم يا رب ويديكوا الصحه. والدقيق اهوت هنقلبه كده. الدقيق ده متبهر وعليه بيكنج باودر وعليه نشا. شو بقى التكه دي؟ بصوا الحركه دي عشان ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين، اللهم صل وسلم. دوت السمك بقى. بصي هنا شقته من هنا بعد ما نضفته. طب بصوا يا جماعه، انا جيت انضف قلت لا لازم اقول لكم التكه دي. بصوا هنا في كده، في دي بتبقى فيه هنا حته غامقه، دي يا جماعه بتبقى حته مره، شيليها. شايفه؟ شيليها كده، دي بتبقى مره. محدش بياخد باله بقى الا الناس الاكيله بقى اهي. شايفه شكلها؟ دي لو جت في بق الواحد بتبقى مره. شايفه الشكل؟ ومن الناحيه التانيه برضو نشيلها. انا كنت هشيلهم بس قلت ايه اهو اهي، كنت هشيلها بس قلت ايه لا اوريها لكم. خلاص، ومتنضف حلو اهو، ومتخلل بالتومه والفلفل، الفلفل السبايسي والثوم والخل والليمون وكل حاجه. وهنا شقيت كده وملحتها برضه، وهنا برضه شقيت اهو.
وملحتها عشان يدخل ايه في قلب السمكه من جوه. هنبهر بقى كده ونشوف الدقيق المتبهر ايه نعمل اهو. تنفضي بقى الدقيق كله كده اهو، شايفه اللي بتعمله اهو. الدقيق يتنفض كده كويس اهو، وبعدين تعملي الدقه دي، تعملي الحركه دي. عرفتوا بقى الميه ليه اهي؟ زي ايه اكبر المطاعم يا جماعه بيعملوا الطاقه دي. هتشوفوا دلوقتي هنعمل ايه بقى. شويه يا حبايبي شلتها من هنا وحطيتها اهو في الزيت اهو. شوفوا الشكل، اتفرجوا على القرمشه، اتفرجوا على الجمال والطعامه دلوقتي، وهتشوفوا بقى الميه دي هتحصل ايه دلوقتي. بس خليكم معايا، هو في حته تانيه. ومعانا الرز اهوت مغسول وهنبهره دلوقتي بايه؟ معلقه كمون. بصوا الملح، الفلفل الاسمر ده اساسي كده، من معلقه الفلفل الاسمر دي اهي حطيتها اهي عشان ما تتنسيش، ومعلقه الكمون. طبعا هنحط الملح وهنرجع مع بعض ونشوف الجمال ده والحلاوه هتحصل بيها ايه. بصوا يا حبايبي قبل كده هوقفها كده على الصفر بتاعها كده عشان ما نحطش زيت كتير، عشان نخلي بالنا من الزيت غالي يا جماعه. بقيت اوقفها كده على الجناب كده بعد ما اتحمرت التحميره الحلوه دي. بص بقى عليها اهيت وهي متقشره اهي. بصوا عشان برضه ناخد الطعم المسكر كده الحلو مع الغمقان بتاع الرز، حطيت حته بصله اهي كده فتحه كده شويه تدي طعم كده يعني التسكيره بتاعتي. هنسيب بقى السمكه دي اهيت خلاص حطينا الزيت وحطينا ورقه مناديل اهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل على النبي. شايفين الفل كان فيه زغاريط اهو، شايفين الجمال والحلاوه. بصوا يا جماعه انا عملت له الدقيق وبعدين وديته في الميه ام دقيق اللي انا رباه وملحاه ومتبلاه. وبعد دي بقى عملتها بطريقه تانية بس ما جاتش في الفيديو. دي حطيتها في الميه الاول اللي في الطبق، وبعديها حطيتها في الدقيق ونفضتها كويس قوي وقمت حطها في الزيت. فعندك طريقتين اهو، دي طالعه حلوه وطريه ومقرمشه، ودي طالعه حلوه وطريه وبرده ايه مقرمشه اهو برده. بس ايه يعني لقيتها احلى لما احطها في الميه الاول.